السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حلويات خديجة. اليوم إن شاء الله سنقوم بتحضير كيكة بدقيق القمح الكامل والمكسرات. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير سوف نحتاج إلى 140 غرام من السكر حبيبات، 14 غرام من خميرة الحلويات أو بيكنج باودر، 3 بيضات. بالنسبة للمكسرات سوف نحتاج ملعقتين من الزبيب، ملعقتين من رقائق اللوز، ملعقتين من التمر المقطع إلى قطع صغيرة، وملعقتين من الجوز المقطع إلى قطع صغيرة. سوف نحتاج نصف ملعقة صغيرة من القرفة، 160 ملل من الحليب، 160 ملل من الزيت. ثم سوف نحتاج إلى 350 غرام من الدقيق القمح الكامل. وضعت البيض في إناء، سأضيف له السكر وأقوم بخفقه بالخفاق اليدوي جيدا. بعد ذلك أضيف الحليب وأستمر في الخفق، ثم أضيف الزيت وأستمر كذلك في الخفق. أضيف مسحوق القرفة، أضيف خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، ثم بعد ذلك أضيف الدقيق تدريجيا. أترك من الدقيق كمية قليلة لكي أقوم بتغطية المكسرات بالدقيق كي لا تنزل في قعر الإناء أو القالب. هذا هو الخليط المحصل عليه بعد إضافة الدقيق. كما ترون تركت قليل من الدقيق في الإناء. أضيف التمر على الدقيق، ثم أضيف الزبيب وأقوم بخلط الزبيب والتمر مع الدقيق كي يتغشوا جيدا أو يتلبسوا بالدقيق. بعد ذلك أقوم بغربلتهم من الدقيق بواسطة اليد على هذا الشكل، ثم أضيفهم للخليط. تركت كما ترون كمية قليلة من الدقيق في الإناء. هذه الكمية سوف أضيف لها رقائق اللوز والجوز. عندي هنا قالب قمت بدهنه بقليل من الزيت، وقمت برشه بقليل من الدقيق الكامل. سأقوم بإفراغ الخليط في القالب. ثم بعد ذلك أمرر رقائق اللوز والجوز في الكمية المتبقية من الدقيق وأرشها على وجه الكيكة على هذا الشكل. ثم سوف أقوم بإدخالها إلى الفرن. أشعل الفرن على 180 درجة، أشعله فقط من الأسفل حتى ترتفع الكيكة جيدا وتنتفخ. بعد ذلك أطفئ الأسفل وأشعله من الأعلى حتى تتحمر، ثم نخرجها من الفرن. وهذا هو شكلها بعد إخراجها من الفرن. ميزة هذه الكيكة أنها جد هشة ولذيذة، ومكوناتها كما ترون مكونات صحية ولذيذة. سوف أقوم بتقطيع قطعة لكي تروا قوامها من الداخل. فتكون الكيكة على هذا الشكل من الداخل كما ترون هشة ولذيذة. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. إذا عجبتكم حصة اليوم لا تنسوا الضغط على زر أعجبني، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. بعد الاشتراك لا تنسوا تفعيل الاشتراك بالضغط على علامة الجرس الموجودة في مربع الاشتراك. إلى حصة قبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.